المنتخب الجزائري كيودع كأس العالم. كيقول المثال: من بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. راه المنتخب الجزائري عطى وقت للمنتخب المغربي اكثر ما عطاه المنتخب ديالو، حيت هما عارفين بان منتخبهم ضعيف وحولوا البوصله ديالهم للمنتخب المغربي. حنا شفنا النتيجه، المنتخب المغربي تبارك الله غادي دقه دقه عليه، درجه درجه كيف كنقول. المنتخب الجزائري كيودع، فقنا الصباح وكنا عارفين بانه غيودع، لان الجزائريين كانوا كيفكروا غير في كوب دافريك في المغرب. الهزيمه اللي خسروا واللي تقصاو بها والاداء اللي تقصاو به كان خصهم يجيو يخدموا على المنتخب ديالهم، حيت ما عندهمش منتخب. ولكن هما بقاو مقابلين الاعلام وبقاو مقابلين الهضره الخاوي. حاليا راه كنعاود نقولها 100 مره: المغرب افضل فريق، افضل منتخب افريقي وافضل منتخب عربي، احب من احب وكره من كره. وفي العرب كنعرفوا اللي تيبغيونا وكنعرفوا اللي تيكرهونا. راه في دوله كتلقى ناس، راه في الجزائر تلقى ناس كاينين واحد النسبه ديال الناس باغين وكاينين نسبه ديال الناس اللي ما باغيناش. حيت الانسان اللي ديما كيكون ناجح ديما تيتحارب، ديما تكون واحد الحقد دفين من عند الناس ديال دول اخرى. يعني ما كيكرهوش حتى هما منتخبهم يكون بحال هكاك، ولكن هذا من حقهم. ولكن داكشي ما تيجيش من فراغ، داكشي خاصكم تخدموا عليه. المنتخب المغربي عنده ماتش مع كندا ان شاء الله، نقلبوا على التاهل، لاننا حنا دابا لاعبين ضد كندا، ما نفكروش في فرنسا. المنتخب المغربي عنده مباراه كبيره ضد المنتخب الكندي، وفي هذا كاس العالم راه ما كاينش فراقي صغار، ولا خصك سير شوف هاد الادوار الاقصائيه تجري ماتش بماتش. المنتخب الجزائري شفناه باداء كارثي، دون مستوى كانت الحصيله تكون اكثر، وفكروا هما بانهم يتفادوا المنتخب الاسباني. واش لاحظتوا بان المنتخب المغربي حتى في الادوار الاقصائيه ما كانش عنده تفكير غنعزل هولندا ولا غنعزل اليابان ولا غنعزل، لعب حيت عارف راسو منتخب قوي. واللي جا بسم الله، اللي جا بسم الله عارفين روسنا باننا حنا منتخب قوي، واللي جا بسم الله تيقين في منتخبنا وحتى اللاعبين تيقين في القدرات ديالهم، والمدرب عندنا تبارك الله تيقين في القدرات ديالو. يعني حتى انا سهرنا حنايا داك الماتش والصباح مشينا خدامين، يعني ناعسين غير ساعه ولا ما عرف شنو غادي الصباح، ولكن مشينا فرحانين. الله يخلي لنا المنتخب ديالنا ديما مفرحنا. ونصيحه ماشي المنتخب الجزائري وانما المنتخبات العربيه كامله: بغيتو توصلوا بحال المنتخب المغربي خدموا، كتكون النتيجه كتبان. المنتخب المغربي راه كاين عمل قاعدي، راه من الفئات الصغرى. راه شفنا لاعبين في مونديال قطر صغار راه هما النواه ديال هذا المنتخب دابا اللي عندنا في 2026. لكن واحد المنتخب اللي خدامين ليه منتخب من الفئات الصغرى، من الفئات السنيه الصغرى. وكنشوفوا دابا حتى دابا كاين دراري باقين صغار اللي منهم بوعدين، منهم جاسين، منهم دراري باقين صغار، وعاد منهم دراري اللي لعبوا في كاس العالم ديال الشبان اللي ربحوا. يعني تبارك الله كاينه خدمه. اللهم بارك اللهم بارك. الوليدات عندنا مزيانين. والمنتخب الجزائري نقول لكم باللي وعلى نياتكم ترزقون، والله حتى وعلى نياتكم ترزقون. كنتو باغينا حنا نتقصاو، وكنتو ما عرفت شنو. منتخب سويسرا ربحكم، يعلم الله كون طحتوا مع المنتخب الاسباني وربحكم مع الرأفة. المنتخب السويسري ربحكم مع الرأفة. وحنا نقولها ونعاود نقول هذه الكلمة: المنتخب المغربي أفضل منتخب إفريقي وأفضل منتخب عربي وبطل إفريقيا، أحب من أحب وكره من كره. ونعاود نقول لكم: المنتخب الإفريقي أفضل منتخب المغربي أفضل منتخب إفريقي عربي، أحب من أحب وكره من كره. إن شاء الله من بين أحسن المنتخبات العالمية. رايك فين كلاسين حنايا السادسين في العالم كامل، مش العالم كامل، المغرب هو السادس، وإن شاء الله غنتكلاساو مع حسن. مهم تهلاو ديما مغرب.